عزيزي الاهلاوي الجميل، تعال اقول لك المفيد والبذره في ايقاف نادي الزمالك ورفع عليه القضيه ال 14. من فتره كده كان السوشيال ميديا الزملكاويه والاعلام كانوا بيقول لك ازاي ان النادي الاهلي واداره التعاقدات اللي موجوده في النادي الاهلي ولجنه التخطيط ازاي ودت رضا سليم اعاره ولغايه دلوقتي بندفع له المرتب بتاعه. طبعا نادي الزمالك والاعلام الزملكاوي والسوشيال ميديا الزملكاويه اللي طلعوا بيتكلموا ماشيين بمبدا والمثل اللي ما اعرفش ايه فيك واللي فيها تجيبه فيك. طبعا انا مش عايز اكمل المثل عشان ايه الواحد ما يلخبطش في القيد. سبب وقف القيد للمره ال 14 نادي الزمالك كان عندهم لعيب اسمه احمد الجفالي، جابوه ورموه على الدكه ولا ما اعرفش في المستشفى عندهم، وفي الاخر مشوا اللعيب ده اعاره، وهم برضو نفس النظام بيدوا له الفلوس وهو في الاعاره بره برضو. تمام. عشان بس بيجوا لك رضا سليم، لا هم عندهم احمد جفالي. فلما ودوه اعاره ما بداوش يدوا له الفلوس بتاعته، قام رايح للفيفا ورفع عليهم القضيه ال 14 وتوقف لهم القيد. فانا حابب اقدم حاجه للسوشيال ميديا الزملكاويه: ما تطلعوش تدلسوا، الله يستر عليكم. اطلعوا فهموا الناس اللي عندكم عشان بيعرفونا بام الكلام اللي ملوش اي لازمه، والجماهير الاهلاويه اللي بيفهم واللي ما بيفهمش يفضل يضحك عليكم اقسم بالله. فاطلعوا فهموا الناس اللي عندكم.